هتجيبوا اي نوع تمر بتحبوه. انا استخدمت التمر المجدول، استخدمت 3 بس قطعتهم قطع صغيره قوي. هبتدي اشوح التمر ده في معلقه صغيره من السمنه، هشوحهم كده لحد ما يطرى معايا خالص وريحته كده تطلع. هقوم شايليهم خالص من الطاسه، هكسر بيضتين في بوله، احط عليهم رشه من الملح والفلفل الاسود وهضربهم مع بعض كويس قوي. وفي نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها التمر هنزل بقى بالبيض ده واوزعه على كل الطاسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما البيض يستوي كده وينشف خالص من فوق هنزل عليه بمعلقه كبيره من اللبنه او الجبنه الكريمي او حتى الجبنه اللي في البرطمانات اللي في السوبر ماركت، وخلي النار متوسطه عشان البيض ما يتلسعش معاكم من تحت. بعد كده هجيب التمر اللي انا شوحته في السمنه واحطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهضغطه كويس جدا، وهبتدي بقى الف البيض رول وهيتلف معاكم بكل سهوله. اضغطوه بس كويس قوي علشان التمر ما يطلعش منه. بعد ما بنلفه بالشكل ده هديله بقى تشويحه كده من كل ناحيه علشان ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وبكده يبقى جاهز عندكم احلى رول بيض محشي بالتمر. مش قادره اقول لكم الاختراع ده عامل ازاي، ممكن تستغربوه شويه بس عايزه اقول لكم طعمه خطير. هتقطعوه قطع وتاكلوه بقى بالشوكه او حتى بايديكم، هيعجبكم جدا. وكمان بقى الناس اللي ليها في البيض بالعجوه هيعجبها قوي. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.